السلام عليكم. تعالوا معايا النهاردة هنعمل معاكم الكشري بطريقة سهلة جدا وبسيطة رائعة جدا، والنتيجة بتاعته مبهرة. أول حاجة هنعمل الرز بالشعرية، وكلنا بنعرف نعمله ونحطه على جنب. هنجيب قدر ونحط فيه العدس اللي بجبة ونسيبه يتسلق، وخلاص كده نسيبه على جنب يتسلق. وبعدين هنجيب قدر تاني هنحط فيه الحمص او حلة زي ما تسموها، ونسيبه برضو يتسلق. كده المكونات عندي بتاعة الصلصة اللي بالثوم والصلصة اللي بالبصل. عندي توم، معلقة توم، وعندي شطة، وعندي كمون، وعندي ملح وخل تفاح. انا بحب احط خل تفاح. وعندي نص شفشة طماطم. عندي هنا صلصة، وعندي بصل، وعندي بهارات، وعندي كمون. هنبدأ نجيب قدر على النار ونحط فيه 4 معالق زيت، ونحط فيه البصل ونحمره. بعد ما نحمره ننزل بالصلصة، ودي كده أول نوع صلصة. هنفضل نقلب فيها لغاية ما تندمج مع الصلصة وتبدأ تتسبك. نبدأ بقى ننزل الملح والكمون، وتحركي فيها تحريك لغاية ما البهارات تخش والملح يخشوا في قلب الصلصة. وبعدين هنبدأ بقى نحط معلقة سكر عشان نظبط المزازة بتاعة الصلصة، ودي اهم حاجة واهم تركاية. وبعدين هنبدأ بقى نزود السوائل بتاعتها. خلاص كده احنا عايزينها كده تقيلة. هنبدأ بقى نطفي عليها ونحط بقى الخل، وخلاص نركنها على جنب. خلصنا. هنجيب قدر تاني ونحط فيه معلقة ونص زيت، وبعدين نحط بقى فيه التوم. كده هنعمل الصلصة اللي بالتوم. خلاص كده هنبدأ بقى نحمر فيها لغاية التوم بتاعنا ما يبدأ يخش كده في الاستوى وريحته تطلع. نبدأ نجيب شفشة الخلاط اللي فيه نص صلصة طماطم مفرومة ونحطه، وهنسيبها لغاية ما تتسبك. أول ما تتسبك كده وتبدأ تخش في الغليان، اديها معلقة سكر عشان خاطر تنطري منها المزازة بتاعة الطماطم. وبعدين خلاص كده اتسبكت، حطي فيها الكمون والشطة والملح. عايزة تزودي الشطة عن كده زوديها، بس أنا اللي عندي دي حراقة جدا. خلاص كده حطيها وافضلي قلبي فيها، وزوديها بقى كوباية مية، وقلبي قلبي قلبي. وكده خلاص جاهزة عندك. حطينا فيها السكر، وحطينا برضو فيها شوية خل. خلاص كده اركنيها على النار. الصلصة بتاعتك الاتنين كده جهزوا، وبقوا جمال جدا، رائعين ورهيبين، وجمال جمال جمال. خلاص كده احنا بقى جهزناها وحطيناها على جنب. نبدأ نجيب عندنا المكرونة ونسلقها، وكلنا بنعرف نسلق مكرونة. حطي على المكرونة بعد السليق، حطي عليها ملح وفلفل اسود، وحطي عليها شوية زيت، وقلبيها تقليب كويس بعد ما تصفيها عشان خاطر ما تلزقش ببعضها. كده بقى المكرونة بقت جاهزة عندك. يلا بينا نعمل البصل. هنجيب شوية دقيق مع معلقة نشا وكيس، هنحط فيها ملح وبهارات في الدقيق، ونبدأ نحطه في قلب الكيس، ونحط البصل ونبدأ نقلبهم مع بعض ونرجهم لغاية ما يطلع البصل بتاعنا كده مطرب بالدقيق والبهارات. نحط زيت على النار ونبدأ نحط فيه البصل ونفضل نحمر فيه. كمية البصل زي ما انت عايزة تبع احتياج اسرتك، وتفضلي كده بصوا ما شاء الله بدل يخش في التحمير. يلا بينا بقى نجيب عندنا الصحن ونبدأ نغرف. دي الرز اللي بالشعرية. انا بحب الشعرية اكتر من الرز، دي حاجة اختيارية، اعمليها زي ما تعمليها. وبعد كده نبدأ نحط الرز اللي بالشعرية، وخلاص حطيناه. نبدأ بقى نجيب اللي بعديه بقى هنجيب المكرونة اللي احنا حاطين عليها الزيت والملح والفلفل الاسود، وحطي الكمية اللي انت عايزاه. خلاص كده حطيتيه وخبيتي الرز كله. ايوه كده مظبوط. حطينا الكمية الجميلة. بحاول احط لكم من كل المكرونة. هنبدأ بقى نجيب العدس اللي بجبة اللي سلقناه، ورشينا عليه شوية كمون وملح. خلاص كده هنبدأ نحطه فوق المكرونة المخلطة على عقل، على سباكيتي، على بن اللي هي الطويلة الأقلام دي. وبعدين نجيب الحمص ونحطه. يلا بينا بقى نسوي الطبقات دي تبع ما انت عايزة، بس انا بوريك الطريقة بتاعتي. جبت الصلصة اللي بالثوم مع الصلصة اللي بالبصل، حطيت من دي وحطيت من دي في النص ده وفي النص ده. وخلاص كده بدأنا بقى هنجيب البصل ونحطها، ودي
كده خلاص بقى الشكل النهائي للطبق بتاعنا، جميل جدا رائع ورهيب، وحطيت لكم كل الحاجة. لو عايزين تعملوا دقة بالثوم، هتاخدي من الدقة من الصلصة اللي بالثوم وتحطي عليها مية وخل، وخلاص كده تبقى جاهزة.